السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال دايما. النهاردة بقى هنعمل اكلة شتوية خطيرة. مفيش احلى كده من اكل الشتاء اللي كله دفى. غدا مصري اصيل، غدا من اللي قلبك يحبه. تعالوا بس الأول نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. انزلوا صلوا على النبي في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام علشان نكسب أجر أنا وإنتم. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة معايا حلة فيها مية بتغلي على النار، نزلت فيها بصلتين وسط كده متقطعين 4 تربع، وبعد كده نزلنا بطماطمية مبشورة، وبعد كده نزلنا بحبهان وورق لورا ورشة كده من الفلفل الأسود ومكعب مرقة دجاج، وده اختياري. بعد كده هنزل باللحمة. هنسلق اللحمة المرة دي من غير ما نشوحها. اللحمة ممكن نديها تشويحة كده وبعد كده ننزل بالمية السخنة ونسلقها، وممكن نسلقها من غير تشويح. فأنا النهاردة بصراحة كنت حابة أعملها من غير ما أشوحها كده زي زمان بالظبط. ومعايا بقى اجمل خضار موجود دلوقتي في السوق، والطبق ده مهدور حقه على السفرة دايما: الفاصوليا الخضراء. الفاصوليا حلوة جدا في السوق وسعرها في منتهى الجمال، 10 15 جنيه. يعني تقدري تجيبيها دلوقتي وكمان تخزني منها كده مثلا كيسين 3، ينفعوكي طول السنة. جميلة وملحمة ومش فاضية، وتبارك الله الزرع حلوة جدا. بصوا لما بنيجي نقطمها كده بتتقطم معانا وتعمل صوت، ده دليل ان هي طازة وفعلا خطيرة ومسكرة كمان. هاتيلك كده 2 كيلو فرزيهم، بتنفع في التورلي، بتنفع في شوربة الخضار. الفاصوليا جميلة ومن فعلا الخضار اللي مهدور حقه. جبتها وغسلتها كويس جدا قبل ما هقطعها، وبعد كده بشيل العنقود اللي فوق والعنقود اللي تحت، وابدا بقى اقطعها زي ما انتوا شايفين بزاويه كده. يعني ماما كانت لازم تقولي لازم تتقطع بالشكل ده كده. يعني بيني وبينكم هو احلى شكل، وممكن تقطعيها بالطول عادي يعني من غير اي شكل كده زي ما انتوا شايفين، بس قطعوها يعني ما تبقاش كبيره قوي، يعني تبقى وسط كده. بس بصراحة هي التقطيعة بتاعتها بزاوية كده بتكون احلى بكتير. طب احنا ليه ما غسلناهاش بعد ما نقطعها؟ علشان كل البذور دي هتنزل في المية فهنفقد 3 ارباعها. بعد بقى ما قطعناها هي جاهزة معانا، هنستنى اللحمة تستوي علشان ناخد احلى شوربة ونكمل بيها الاكل بتاعنا. وزي ما انتوا شايفين الفاصوليا بالتقطيعة اللي هي بزاوية دي في ثوابت يا جماعة في الاكل، ما ينفعش ان احنا نغيرها او نلعب فيها. الاكلة الحلوة دي بقى كمان ما ينفعش جنبها الا شوية بتنجان مخلل. ما كانش عندي بتنجان عروس اللي هو الاسود، وكان موجود عندي بتنجان مخدد. فالبتنجان المخدد اللي هو الابيض اللي بيبقى فيه بنفسجي ده حلو جدا برضو موجود في السوق. فقلت طيب ما نعمله مخلل بيبقى طعمه في منتهى الجمال. ايه المشكلة؟ ده مش موجود، ده موجود، ما عندناش مشكلة خالص. ولو ما كانش عندنا برضو المخدد كنا عملناه ببتنجان رومي كان هيطلع جميل. قليت هنا البتنجان وبفتحه، وبديله كده نغزات بالسكينة عشان يتقلي معايا بسهولة. وبتكون النار متوسطة علشان ما يتحرقش ويستوي من جوه. والفلفل كمان لما بنيجي نقليه لازم اديله كده نغزتين بالسكينة علشان احنا بنقليه ما يفرقعش الزيت. ربنا يحفظنا جميعا. هنا بقى اول ما تطلعي اي بتنجان هتعمليه مخلل حطي فيه الدقة على طول وهو سخن. يعني ما تستنيش يبرد وبعد كده تحشيه بالدقة، لا وهو سخن كده اللحم بتاعه بيشرب من التتبيلة. الدقة كانت عبارة عن توم وفلفل رومي وفلفل حار وملح وخل وشوية كمون صغيرة قوي. وبدأت بقى احشي البتنجان بتاعنا. وانتي بتحشيه كده نغرزي المعلقة كده جوه اللحم بتاع البتنجان علشان خاطر يتشرب من التتبيلة. وبعد ما هنحشيه هرش عليه كده عصرة ليمونة، وعندك احلى بتنجان مخلل هتاكليه. يعني عصرة الليمونة دي بتفرق قوي قوي في الطعم. عايزة بقى تزينيه مثلا بشوية بقدونس بشوية كزبرة مفيش اي مشكلة خالص. تبارك الله. يعني هو اول حاجة بتخلص قبل الخضار البتنجان المخلل. ولو عندك بتنجان رومي قطعي البتنجانية نصين وكل نص 4 تربع،
واحشيه بنفس الخلطة كأنك عاملة بتنجان مخلل عروس بالظبط. هنا بقى هنبدأ نعمل الفاصوليا بتاعتنا. حل على النار ونزلت بمعلقة كده من السمنة، وبصلاية وسط متقطعة مكعبات صغيرة. حابة تضربيها في الكبة مفيش مشكلة، حابة تبشريها براحتك. بس يعني هو الطبيخ بيتحب اكتر ان البصلاية تبقى متخرطة كده على ايديكي، او حتى تقطعي على بلانشة مكعبات صغيرة، بيكون البصل اطعم بكتير، بيبان كده في الطبيخ. وكمان بقى البصل الابيض بيكون افضل بكتير من البصل الاحمر. هديها تقليبة بس كده، مش عايزاها تغمق، هي يا دوبك تدبل معايا. وهنزل بالطماطم المعصورة، وكمان مصفياها من القشر. اي طماطم للطبيخ لازم يا جماعة نصفيها من القشر. وكمان المكرونة، ما عدا المحشي الحالة الوحيدة اللي مش بنصفي فيها الطماطم. وبعد كده نزلت بمعلقة كده من الصلصة علشان تعزز معايا اللون. وهبدأ أتبلها بمعلقة من الفلفل الأسود صغيرة، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات أو البهارات المشكلة، وكمان مكعب مرق الدجاج. وزي ما قلت لكم واحنا بنضرب الطماطم بنحط عليها سكر معلقة صغيرة علشان خاطر الحموضة. طب الملح، لا الملح مش دلوقتي خالص، الملح هنحطه في الاخر، لان الملح اوقات كتيرة قوي بيأخر من تسوية الخضار وبيخليه يجرمز. يجرمز يعني ايه؟ يعني ياخد وقت كتير في السوا. بعد كده بقى بغطي الصلصة، وبعد ما اتسبكت زي ما انتوا شايفين كده بنزل الفاصوليا بتاعتنا. وضروري جدا تسبكي الطماطم قبل ما تنزلي باي خضار، علشان خاطر زي ما انتوا شايفين نزلنا بالفاصوليا وهنديها تقليبة مع الصلصة المتسبكة، وبعد كده هنزل بالشوربة. فعلشان خاطر قوام الطبيخ كده الطبخة تبقى متماسكة معاكي، مش مميمية. يعني لما تحطي شوربة على الطماطم وهي مش متسبكة مش هتطلع الطبخة معاكي متسبكة كده الصلصة، والقوام بتاعها كده بتاع الصلصة يبقى حلو، تبقى ميمية كده. بعد كده نزلت بالتركية بقى بتخلي الفاصوليا في حتة تانية خالص. هننزل بمعلقة كبيرة من الثوم الفريش. جربي التركية دي في طبخ الفاصوليا هتعجبكم جدا. وبعد كده نزلت بكمية الشوربة المناسبة، وهديها تقليبة واسيبها تستوي براحتها. في ناس بتحط الثوم في الاخر، بس جربي بقى التركية دي في طبخ الفاصوليا هتعجبك جدا. وبعد كده نزلت باللحمة، كنا سويناها 3/4 سوا علشان تكمل التسوية مع الفاصوليا وتاخد من طعم الفاصوليا والصلصة كده، ويبقى طعمها في منتهى الجمال. الفاصوليا من الحاجات اللي انا ما كنتش بحبها، بس دلوقتي فعلا بقيت بحبها جدا. فعودوا الولاد ان هم ياكلوا طبيخ من هم صغيرين علشان يطلعوا بيحبوه. هنا بقى حبيت اعمل شوية رز. طيب اعمل رز بشعرية، قلت لا هعمل رزة ورزة. حطيت كده معلقة من السمنة ومعلقتين من الزيت، ميكس كده من الدهون. وتقدري طبعا تستخدمي سمنة لوحدها او زيت لوحده زي ما بتحبي تعملي الرز. وكان معايا 3 كوبايات من الرز. خدت كوباية طبعا بعد ما غسلنا الرز كويس جدا وصفيناه، خدت كوباية واحدة بس وبدأت احمرها. ولما اتحمرت معايا وخدت اللون الجولد اللي انتوا شايفينه ده الذهبي الحلو ده، نزلت بكوبايتين الرز الابيض وهديها تقليبه كده. وبعد كده هنزل بمعلقتين من الملح، معلقتين صغيرين يعني، طبعا ظبطي الملح على حسب كمية الرز بتاعتك. بحب احط الملح في المرحلة دي جدا قبل ما احط الشرب. وبعد كده هنزل ب 3 4 معالق كده من الشوربة. ودي كانت يعني ايه، من ورا الولاد. احنا الولاد عندنا ما بيحبوش الرز بالشوربة خالص، بس حرام بجد يبقى عندنا شوية شوربة باللحمة طعمهم زي العسل وما احطهمش على الرز. وبعد كده نزلت بالماء المغلية، وهديها بقى تقليبة كده، هدي الرز تقليبة حلوة واسيبه يغلي ويتشرب المية بتاعته على نار عالية. وبعد كده زي ما انتوا شايفين اتشرب المية بتاعته خالص، هبدأ بقى هدي النار خالص واسيبه واغطيه واسيبه يستوي براحته. في ناس كتيرة سألتني انت ليه بتحطي ايدك على غطا الحلة. التليفون طبعا جنب البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده، فانا لو ما حطيتش ايدي انا هبان. فطبعا يعني عشان كده بحط ايدي على غطا الحلة علشان انا ما اكونش باينة في الغطا.
ده سؤال جالي كتير قوي في الكومنتات، بتحطي ايدك ليه على غطا الحلة. هنا بقى كان الفاصوليا بتاعتي استوت، هبدأ بقى اظبط الملح بتاعها، وزي ما قلت لكم اي خضار من الافضل ان انتوا تحطوا الملح في الاخر خالص، عشان لو حطيناه في الاول بيأخر من تسوية الخضار، وخصوصا كمان بقى البقوليات، البسلة، الفاصوليا، اللوبيا. زي ما انتوا شايفين بقى الفاصوليا بتاعتي استوت، ودي احلى اكله ممكن تدفي القلب في الشتاء اللي احنا فيها دي، واحلى خضار ممكن فعلا ناكله، واحلى اكله تفتح النفس. زي ما انتوا شايفين شويه الفاصوليا باللحمه مع شويه الرز الحبايه وحبايه، وكمان شويه الشوربه كده اللي تدفينا في عز البرد، مع شويه بتنجان مخلل. والف هنا وعافيه على قلوبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. الوصفه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم بقى الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك، اللايك ده مهم جدا في رفع الفيديو. وبحبكم جدا في الله، واكتبوا لي بقى ايه الوصفات اللي عايزين نعملها مع بعض الايام الجايه بامر الله علشان رمضان، نعمل حلويات ولا نعمل فطار. وكمان كنت عملت معاكم تفريزات هتلاقوها موجودة على بنت هاشم، هتعجبكم جدا. تفريزات مهمة اللي احنا محتاجينها، مش اي تفريزات كده وخلاص. وكمان هنزل لكم لسه تفريزات مهمة هتستفادوا منها ان شاء الله. واكتبوا لي تريكاتكم ايه في طبخ الفاصوليا او الخضار عامة. بحبكم جدا في الله، اسيبكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.